يا صباح الورد والفل والهنا وكل الحاجات الجميلة. كل عام وانتم بألف خير وصحة وعافية ورمضان كريم وجميل عليكم يا رب. عندنا بقى شوية تظبيطات اللمسات اللي هي الحاجات بقى الأخيرة المهمة اللي قبل رمضان. هنجهز مع بعض الضيافة، هنعمل ركن للصلاة، ويعني هنشوف الفيديو ده هيبقى فيه شوية حاجات كده متنوعة من كل حدب وصوب، من حبة من هنا وحبة من هنا، وإن شاء الله يا رب يكون رمضان الخير والهنا والسعادة على قلبكم يا رب. لسه يا دوب راجعة من الشغل. الأسبوع ده كان عندنا كل يوم ايفنت، فكنا بنلبس كل يوم للايفنت، مرة بيجاما داي نلبس البيجامات، مرة دريس اب داي، وهكذا يعني، مرة كاركتر داي. فبصراحة كان أسبوع حلو جدا وفن، يعني احتفاليات كده حلوة قبل رمضان. خليني اوريكم بقى الحاجات الجميلة قوي اللي جات لنا بتاعة رمضان. شال شكله تحفة وجميل، او اشارب، وكيوت الجودي باجز الكيوت. الحاجات دي كلها توزيعات بقى عشان رمضان، كل سنة وانتم طيبين. كنت نزلت ريل على الفيسبوك في توزيعات رمضان، عملت توزيعات بطريقة لذيذة جدا. اللي عايز يعمل توزيعات زي التوزيعات اللي هنشوفها في الفيديو دي يروح يشوف الفيسبوك، منزله ريل صغير على الفيسبوك بيزنس بيج، اللي هيروح هيلاقيها هناك فيها التفاصيل، وعملناها ازاي سهله قوي، وهو صغير خالص يعني هيخلص على طول، مش هيزهقكم. بس كده حلوين، مش عايزه ارغي كتير، يلا بينا نبدا الترتيبات. بعمل الغدا زي ما انتم شايفين كده، بعمل بقى شويه سمك ورز صياديه يستاهلوا بقكم. هبقى انزل لكم طريقه العمل في فيديو لوحده ان شاء الله. اول حاجه هبدا بيها ركن الضيافه. ركن الضيافه السنه دي هحاول اغيره عن السنه اللي فاتت شويه، هغير حاجات فيه. بدل ما احط الصينيه بتاعه البلح اللي انا كنت بحطها كل سنه وفيها اللي هم الحاجات المذهبه الصغيره دي، اللي عايز يرجع للفيديوهات القديمه في البلاي ليست بتاعه رمضان، هتلاقوا فيها كل الحاجات القديمه اللي انا عملتها. يعني الحلويات الشرقيه كده كده هحطها زي ما هي، وهحط الكاندي والشوكليت. والصينيه اللي هحط فيها البلح هحط عليها زي كيك ستاند صغنون كده، وارص عليه البلح، واحط جنبه السمسميه والمكسرات. حبيت اخلي الركن ده الشمع يكون ازرق والباقي ذهبي، عشان هعمل كده نفس الحكايه في رصه السفره، يعني هيكون الثيم بين البلو والذهبي. فاكرين في ديكورات الشتاء كنت حاطه بتوع الذهبي دول، الفروع الذهبي دول في اللي انا حطيت فيها البروتين بارز، هاخدها واحط فيها شويه جلو والزقها على الشمع عشان يعني تدي منظر جميل. جلو كده كده ممكن تشيليها في اي وقت، بس تعمل منظر حلو للشمع. وهعلق اللايتس وهكتفي على كده، بحيث ان انا اخلي الركن ده سيمبل وبسيط ومختلف عن السنه اللي فاتت. وانا في دولار تري شفت التلاتة دول مع بعض، فجات لي فكرة جميلة اعملها في ركن الصلاة. اول حاجة هجيب تيب والزق الحلقات دي مع بعض. كان في دماغي ديزاين معين بالثلاث حلقات، بس بعد كده جوزي اقترح عليا اعمل ديزاين تاني، فهلزق حلقتين بس في بعض. وجبت كمان الخيوط دي اللي هي بتاعت الكروشيه من دولار تري، عشان هعملها في اول حلقة. هعمل من كل لون، يعني هعمل 4 فتل كده مع بعض، او 4 خيوط مع بعض بنفس الطول، وهربطهم على اول حلقة. من كل لون هعمل 4، يعني مثلا 4 ابيض، 4 زهري، 4 بنفسجي، وهكذا 4 4 4، وارجع اعيد تاني الباترن كأني هعمل الشراشيب بتاعت مكرمية.
كنت الاول بفكر اعملها وانا قاعده في الارض، بعدين لقيتها صعبه فعلقتها على حاجه عاليه عشان اخلص على طول. زي ما انتوا شايفين شلت منها الحلقه كده، فبقوا 2 هعمل بيهم هلال بنفس الخيط الكروشيه ده. هختار بقى واحد ابيض وهلفه على الحلقات، وبعد ما الف كام لفه كده، كل ما الف 5 6 لفات احط حته جلو صغيره، 5 6 لفات حته جلو صغيره عشان تمسك كويس وما تتحركش بعد ما اعملها. اخر حاجه هختم بيها الفيديو ده، هنظبط مع بعض ركن الصلاه. واحنا بنظبط ركن الصلاه، الحلو الجميل اللي ما عملش لايك، والقمر السكره اللي ما عملش لايك وشير وسبسكرايب، ما اشتركتش في القناه لسه، يلا حلوين اشتركوا في القناه عشان عيلتنا الجميله الحلوه تكبر بيكم. واللي عجبته افكار الفيديو وحابب يشاركه مع حد ممكن يستفيد من الافكار دي، يشارك الفيديو. هستنى رايكم في التعليقات، وهختار من التعليقات تعليق يكسب الفيديو اللي جاي. بحبكم كتير كتير كتير، واحلى رمضان عليكم ان شاء الله، واستنوني في الفيديو اللي جاي ان شاء الله في اول يوم رمضان.